في بعض اللحظات ما حدش بيعرف قيمتها ولا بيحس بيها إلا المغترب، لما يجي يمد إيده علشان يلمس أبوه أو أمه من خلف شاشات باردة، وهو مش قادر إنه يحضنهم أو يكلمهم أو حتى يبوس إيديهم. لحظات بيحضر فيها فرحة أخوه بنجاحه، أو فرح أخته أو أي حد عزيز عليه برضه من ورا الشاشات، وبينه وبينهم آلاف الكيلومترات. أو للأسف الشديد بعض اللحظات اللي بيبقى قلبه بيتعصر فيها من الحزن والألم، وهو بيودع حد عزيز عليه وعلى قلبه، ومش قادر مش قادر يودعه ويشوفه وينظر له النظرة الأخيرة في وداعه، برضه من ورا الشاشات. الحقيقة إن الغربة ما هياش سفر فقط، لأ، ده بيبقى وجع، ووجع كبير جدا ساكن جوه الروح. المغترب دايما عايش ما بين الشوق وما بين الخوف، عايش ما بين إنجازات بتحصل له في حياته، وإن حصلت عند البعض، لأن بعض المغتربين حياتهم كلها في دوامة عادية جدا، مش بيحصل على إنجازات زي ما بعض الناس فاهمة، وما بين مناسبات بتعدي وهو غايب عنها، مش قادر يحضرها ولا يعيشها بقلبه بمشاعر حقيقية كأنه موجود. في وجع كبير جدا، وجع البعد. في مناسبات كبيرة جدا ومهمة جدا جدا في حياته ما بيقدرش المغترب يحضرها أو يشعر بيها. ولاده بيكبروا، ولاده بيتولدوا أصلا في الغربة، وبيبصوا على تيتا وجده وخاله وعمه من خلال الشاشات وهم مش عارفينهم أصلا. يقعد يقوله ده جده فلان واسمه كذا، دي تيتا فلانة واسمها كذا. اللحظات دي بتبقى قاسية جدا جدا وصعبة جدا جدا،